That's what I'll give you to decide your fate. وهنروح فين لو انتوا عايزين تقضوا خروجه حلوه كده وفانسي في نفس الوقت؟ اول حاجه هنروح 5 ديستريكت اللي هو في التجمع الخامس ده، هنروح بقى السينما. تعالوا اقول لكم كمان حلاوه السينما هناك، يلا بينا. تعالوا اقول لكم هنحجز ازاي. اول حاجه هنفتح جوجل ماب، هنشوف اللوكيشن، وبعدين هنفتح اللينك، هندخل على صفحه السينما واللي من خلالها ممكن كمان نحجز اونلاين، وممكن عادي نحجز عن طريق السينما نفسها لما نروح. في نوعين هناك من السينما ستاندرد واللي بيكون فيها نوعين من الكرسي، في العادي وفيها الديلوكس، وده بيكون فيها الظهر بيتحرك لورا وبجد بيبقى مريح قوي. وفي السينما الفي اي بي دي طبعا سعرها 250، ودي بتبقى عدد الكراسي فيها قليل والكرسي فيها بيتفرد لورا وكمان ممكن يتفتح لقدام وبتعمل منها سرير. الميزه كمان في النوعين السينما دي سواء ستاندرد او في اي بي انك ممكن تطلب اكل جوه السينما، وطبعا دي مش بنلاقيها في اي سينما خالص في مصر. ممكن تطلب بقى فشار او غيره، ممكن تطلب برجر او بيتزا او اللي انت عايزه هناك. احنا بقى طلبنا فشارنا وحاجاتنا بره السينما، وطبعا خلصنا وطلبنا جوه السينما. كانت تجربة ممتعة قوي هناك، وخصوصا ان انت بتتفرج على فيلم 3D اللي هو زمان، والفعلا تحس ان انت جوه عايش معاهم. الفيلم بوجه عام ما كانتش مشوقة قوي بالنسبة لي، وما كانتش القصة حلوة قوي، ولكن الاكسبيرينس هناك خليته فعلا حاجة ممتعة قوي. بعيد عن ان هناك اجمل سينما رحتها في حياتي، بس حتى المكان هناك حلو قوي. الكافيهات مريحة جدا. اول حاجة انتخى ده من احسن الكافيهات هناك، بجد مريح قوي. تعالى انت واصحابك ويعني هتقضي يوم تحفه. في كمان ميجا، وده طبعا معروف اشهر طريقه ايس كريم اتعملت الفتره الاخيره، نوت بيكري، وكمان كافيهات تانية كتيره. المكان كله فيه جرافيك حلو قوي، لو حد بيحب التصوير هيتبسط قوي هناك. الصبح هيكون حلو قوي. اشوفكم في تجربه تانية جديده، وباي باي.